أغلب الناس بتخلط بين الأوتوميشن والAI agent وفاكرينه هو نفس الشيء. طبعًا أنا جاي أقول لك إن ده حاجة وده حاجة تانية خالص. الأوتوميشن عامل زي الروبوت المطيع جدًا أو الموظف الروتيني. يعني مثلًا تقول له خد الرقم ده من ملف الإكسل ده وحطه هنا الساعة 5 كل يوم. هينفذ الكلام ده بالحرف، حتى لو الملف فاضي، حتى لو الملف ما اتعدلش، حتى لو الكمبيوتر مولع. هو ما بيفكرش، هو بينفذ بس، بيمشي على الخطوات اللي أنت رسمتها له. أنت بترسم له مسار steps هو بينفذها من غير ما يفكر. والسيناريو أنت اللي كاتبه. أما بقى الAI agent فده الموظف الذكي، ده قصة تانية خالص. ده بس مش بينفذ، ده بيفهم وبيقرر وبيتعامل مع البيئة المحيطة بيه. يعني بتقول له مثلًا اقرأ الميلاد دي ولخّص المهم، ولو في أي مشكلة قابلتك اقترح عليَّ. هنا هو مش ماشي على سيناريو محطوط، هو حسب الموقف اللي بيحصل هو بيتصرف، وده عن طريق إنه بيفهم السياق ويحلل الكلام، وبالتالي بيرد بإجابة جديدة ممكن أنت ما شُفتهاش قبل كده. باختصار الautomation بيوفّر عليك تكرار المجهود، اللي هي الأعمال اللي بتتكرر بنفس الشكل كل يوم أو كل فترة زمنية معينة. لكن الAI agent بيوفّر عليك التفكير نفسه، أو تقدر تقول إن هو موظف ذكي شغال معاك وبينفذ الشغل معاك. المهم بقى لو أنت عاوز محتوى جامد زي ده فأنت لازم تتابعني.